السلام عليكم. أنا اسمي ياسين وعمري 25 سنة. مش هطول عليكم في مقدمات، بس خليني أقول لكم إن اللي هتحكوه لكم ده مش قصة عادية. دي حاجة أنا شفتها بعيني وعشتها لحظة بلحظة، وكل ما افتكرها جسمي بيتكهرب وبحس بنفس الرعب اللي كنت حاسه وقتها. كل حاجة بدأت من كام شهر لما كنت شغال في شركة سياحة صغيرة في القاهرة. شغلي كان بسيط، بحجز رحلات للسياح وبساعد في ترتيب الجداول بتاعتهم. لكن أنا بطبعي بحب المغامرة، بحب الأماكن اللي محدش يقدر يقرب منها، الأماكن اللي عليها علامات استفهام أو اللي ليها تاريخ مظلم. في مرة وأنا قاعد في المكتب سمعت زميلي بيحكي عن مكان غريب في الصحراء الغربية، مكان الناس بتسميه المنطقة المحرمة. سألت بحيرة: المنطقة المحرمة ليه اسمها كده؟ رد عليا ببرود: عشان محدش بيرجع منها. اتحرك جوايا الفضول وسألته أكتر، لكنه كان بيتهرب وقال لي إنها مجرد خرافات، وإن أي حد بيروح هناك مش بيرجع تاني، أو بيرجع بس مش زي ما كان. كلامه خلاني مصر أكتر إني أعرف الحقيقة. قعدت أبحث عنها في الإنترنت، لكن كل اللي لقيته كان قصص مش واضحة، كلها بتتكلم عن ناس راحت هناك واختفوا أو رجعوا مهبولين بيحكوا حاجات غير مفهومة. قررت إني أروح بنفسي، كنت محتاج حد يجي معايا، فطلبت من صاحبي حسن يرافقني. حسن كان مغامر زيي ومش بيخاف بسهولة، بس لما قلت له على المكان سكت لحظة وقال لي: ياسين، الموضوع ده مش لعبة، لو الناس بتقول عليه خطر يبقى أكيد في حاجة. رديت عليه بثقة: وإيه المشكلة؟ هنروح وهنشوف بعينينا، ولو لقينا أي حاجة غريبة نرجع فورا. بعد شوية تفكير وافق. حضرنا المعدات اللازمة: كشافات، بطاريات إضافية، خيم، وأكل يكفينا يومين. استأجرنا عربية دفع رباعي وانطلقنا في الفجر قبل ما الشمس تطلع. الطريق كان هادي في الأول، بس بعد ما عدينا آخر جارية بدأت الصحراء تبلعنا، كأننا بندخل عالم تاني. لا بشر، لا مباني، لا إشارات، بس رمال تمتد للنهاية. ومع كل متر كنا بندخل أعمق في المجهول. بعد ساعات من القيادة وصلنا لنقطة معينة كان المفروض إنها بداية المنطقة المحرمة. كان في صخور ضخمة بتكون زي مدخل طبيعي، كأنها بوابة لعالم تاني. وقفنا قدامها ونزلنا من العربية. حسن كان متوتر وأنا كنت متحمس أكتر من اللازم. أول ما عدينا المدخل حسينا بحاجة غريبة، الجو بقى بارد فجأة رغم إن الشمس كانت فوقنا. حسن بص لي وقال: حاسس بحاجة مش طبيعية. هزيت راسي: آه، بس ده أكيد وهم. كملنا المشي وبدأنا نلاحظ حاجات أغرب. الأرض بقت مليانة بصمات أقدام، لكن كانت غريبة، كأنها مش لإنسان ولا لحيوان معروف. سمعنا صوت زي همسات بعيدة، كأن حد بيهمس في ودنا، لكن لما نبص حوالينا مفيش حد. الليل جه ونصبنا خيمتنا جنب صخرة كبيرة. حسن كان ساكت طول الوقت وده مش طبعه. قعدنا حوالين نار صغيرة وأكلنا بسرعة. كنت لسه هتكلم معاه لما فجأة سمعنا صوت حاجة بتتحرك بين الرمال، صوت خطوات تقيلة، مش خطوات إنسان، حاجة أكبر وأقرب مما كنت متخيل. الخطوات كانت تقيلة، كأنها لحد ضخم بيجر رجليه على الرمال. بصيت لحسن، لقيته متجمد في مكانه وعينه واسعة وكأنه بيحاول يفهم اللي بيحصل. الصوت كان بيقرب أكتر وأكتر. مسكت الكشاف بتاعي بسرعة ووجهته ناحية الصوت، بس مفيش حاجة. صحراء فاضية ورمال ساكنة، كأن كل حاجة رجعت طبيعية فجأة. حسن همسليه بصوت مرتعش: إحنا مش لوحدنا هنا ياسين. حاولت أتمالك أعصابي وقلت له: ممكن يكون حيوان، ثعالب، ولا حتى ذئاب صحراوية. قبل ما أكمل كلامي حصلت حاجة أغرب. النار اللي قدامنا بدأت تضعف لوحدها رغم إن الهوا كان ساكن، والبرد بدأ يزيد بطريقة غير طبيعية. حسن مسك دراعي وقال لي بصوت واطي: أنا مش مرتاح، لازم نمشي من هنا. كنت متردد، بس فجأة سمعنا الصوت تاني، لكن المرة دي كان جنبنا بالظبط، كأن في حاجة واقفة معانا بس مش شايفينها. صوت نفس تقيل خشن، وكأن حد بيصفر جنب ودننا. هنا حسن فقد أعصابه وقام بسرعة، جرى ناحية العربية وأنا جريت وراه من غير ما أفكر. أول ما دخلنا العربية وقفلنا الأبواب، الكشاف اللي كنت سايبه بره وقع على الأرض، ونوره كان بيكشف حاجة. في حاجة كانت واقفة عند الخيمة، حاجة أطول من بني آدم، بجسم هزيل وعيون مضيئة بلون غريب، مش أخضر مش أحمر، حاجة ما شفتهاش قبل كده. كانت ثابتة بتبص علينا، أو بالأحرى بتراقبنا. حسن صرخ: ياسين، شغل العربية بسرعة. حاولت أدور العربية بس المفتاح كان بيرفض يتحرك، كأن الموتور ميت. في اللحظة دي
الكائن اللي بره بدأ يتحرك، مشي خطوة ناحية العربية وبعدها خطوة تانية لحد ما بقى قريب جدا من الزجاج الأمامي. أنا وحسن كنا بنتنفس بصعوبة، مفيش مجال للهروب ومفيش حل غير إننا نستنى. لكن الحاجة اللي قدامنا رفعت إيدها، وكانت إيديها طويلة بشكل غير طبيعي، أطول من جسمها، وصوابعها كانت رفيعة جدا كأنها مخالب. وهنا حصلت المفاجأة. الكشاف اللي كان واقع على الأرض بدأ يهتز لوحده، وبعدها اتطفى فجأة، وفضلنا في ضلمة تامة. في اللحظة دي حسن صرخ بأعلى صوته، وأنا حسيت بشيء بارد يلمس إيدي وكأن حد مسكني، وبعدها فقدت الوعي. صحيت على صوت ريح قوية بتلف حوالينا، ورأسي كانت تقيلة كأني كنت في غيبوبة. فتحت عيني بالعافية ولقيت نفسي لسه جوه العربية، بس حسن مش في مكانه. حسن صرخت اسمه وأنا بلف بسرعة أدور عليه، لكن كان المكان حواليا مظلم، والعربية واقفة في نص صحراء ما فيهاش أي أثر للخيمة ولا الحاجات اللي كانت معانا. كل حاجة اختفت، حتى آثارنا على الرمال. قلبي كان بيدق بسرعة وأنا بحاول أفهم اللي بيحصل. كان ممكن يكون كابوس، بس الإحساس اللي جوايا كان حقيقي. الرعب اللي في صدري مش وهم. سمعت صوت مشي بعيد في الضلمة، صوت خطوات متلخبطة، حد بيتحرك بطريقة مش طبيعية زي اللي بيتعثر في كل خطوة. فتحت باب العربية ببطء وكل عضلة في جسمي مشدودة، وأنا بطلع الكشاف الاحتياطي من جيبي. سلطت النور ناحية الصوت ولقيت حسن كان واقف على بعد حوالي 10 أمتار، ظهره ناحيتي ورأسه ميلة كأنه مش قادر يرفعها. لبسه كان متغطي بالرمال وكأنه كان مدفون تحتها. حسن، أنت كويس؟ ما ردش. يا حسن، بتسمعني؟ برضه مفيش رد. مشيت نحوه بخطوات تقيلة، كل خطوة كانت بتزود إحساسي بالخطر، ولما وصلت له مديت إيدي عشان ألمسه، لكنه لف بسرعة ووشه كان مش طبيعي. عينه واسعة جدا، سوادها كبير كأن حد موسعها بالغصب، ووشه شاحب بطريقة تخوف. بس اللي كان مرعب بجد هو الابتسامة العريضة اللي كانت مرسومة على وشه، ابتسامة مش بشرية، كأن حد شد جلده لدرجة إنه بقى مشدود على العظم. حاولت أرجع لورا، لكن إيده كانت أسرع. مسك دراعي بقوة غير طبيعية وقال بصوت مبحوح كأنه طالع من بطنه مش من فمه: مش المفروض نكون هنا ياسين. رجعني لورا بعنف ووقعت على الرمال. الكشاف وقع من إيدي والنور بتاعه اتحرك على حاجة ورا حسن، حاجة ما كانش المفروض أشوفها. ورا حسن كان في كيان طويل جدا، أطول من أي بشر طبيعي، جسمه ضبابي كأنه مش ثابت، وعيونه، العيون دي مش ممكن أنساها، لونها فضي وبتلمع في الضلمة، كأنها مش بس بتشوفني، كأنها بتخترق أفكاري، بتشوف كل اللي جوايا. الكيان رفع إيده، والإيد دي كانت زي الإيد اللي شفتها قبل ما أفقد الوعي، طويلة ورفيعة وأصابعه شبه المخالب. في اللحظة دي حاسس إنه وقع على الأرض فجأة، زي ما يكون حد فصل التيار الكهربائي عنه، وأنا كنت متجمد مش قادر أتحرك ولا حتى أصرخ. الكيان بدأ يقرب، وكل خطوة كان بيخطوها كانت الرمال تحت رجله بتتحرك بشكل غريب، كأن الأرض نفسها بترفض وجوده. فجأة سمعت همس واضح جوه دماغي، مش حواليا، جوه عقلي: انت جيت لحدودنا، واللي بيدخل مش بيخرج زي ما كان. المكان لف بيا، حسيت برأسي بتلف، كل حاجة بقت ضبابية، وبعدها غبت عن الوعي للمرة الثانية. صحيت على إحساس رمل سخن تحت جسمي، ورأسي كانت بتوجعني كأن حد ضربني بحجر. فتحت عيني بالعافية، والسما فوقي كانت سودة بدون نجمة واحدة ولا حتى قمر. حاولت أقوم، بس جسمي كان تقيل كأن في حاجة بتسحبني لتحت. بصيت حواليا، لقيت حسن مرمي جنبي، عينه مفتوحة على وسعها لكنه مش بيتحرك. حسن، هزازته ضربت على وشه لكن مفيش استجابة. كان جسمه بارد بطريقة تخوف وتنفسه شبه معدوم. في اللحظة دي سمعت الصوت تاني: مش المفروض تكون هنا ياسين. المرة دي الصوت ما كانش جوه دماغي، كان جاي من ورايا مباشرة. حسيت بقى شعريرة بتلف جسمي كله، وقلبي كان هينفجر من الرعب. لفيت ببطء وشفت الكيان، كان أقرب من أي مرة قبل كده. وشه ما كانش واضح، كأنه ضباب أسود بيتحرك، لكن العيون دي كانت ثابتة، بتلمع بلون فضي مرعب. حاولت أتكلم لكن صوتي كان محبوس في حلقي. الكيان مال راسه شوية وبصلي كأنه بيدرسني، وبعدها نطق بصوت مش بشري، صوت مش زي أي حاجة سمعتها قبل كده: انتوا دخلتوا مكاني وعايزين تخرجوا. حاولت أتكلم لكن مخي كان فاضي ولساني مربوط. حسن فجأة شهق شهقة قوية،
كأنه راجع للحياة بعد ما كان ميت. قفز على رجله، مسك إيدي وصرخ: اجري ياسين! ما كانش في وقت للسؤال. جريت معاه، جريت بأسرع ما عندي، ورجلي بتغوص في الرمل وكأن الأرض نفسها بتحاول تمنعنا من الهروب. بس المشكلة، الصحراء اتغيرت. مكان ما كنا واقفين كان المفروض إن العربية قريبة، لكن ما كانش فيه أي أثر ليها. كل اللي حوالينا كان رمال، رمال لا نهائية. حسن كان بيجري جنبي وهو بيبص وراه كل شوية، ووشه كان متغطي بالخوف. سألته وأنا بتنفس بصعوبة: العربية فين؟ إحنا كنا هنا. رد وهو بيحاول يلهث: مش هنا، مش في المكان ده، الحاجة دي. لعبت بعقولنا. حسيت بخطوات ورايا، خطوات تقيلة. الكيان كان بيتبعنا. الجو بدأ يسخن رغم إن المفروض بالليل يكون الجو برد. الأرض تحت رجلينا بقت زي الرماد، وروايح غريبة بدأت تملأ المكان. ريحة، حاجة محترقة، ريحة موت. وبعدين سمعنا الصوت، صوت صراخ جاي من تحت الأرض. مش صوت واحد، أصوات ناس كتير كأنهم محبوسين تحت الرمل بيصرخوا عشان حد ينقذهم. صرخت وأنا بوقف مكاني: إحنا لازم نخرج من هنا. حسن كان عارف حاجة، كان في عينه خوف من نوع تاني، زي اللي شاف مصيبة ومش قادر يقولها. مفيش مخرج ياسين، إحنا محبوسين هنا. الكيان واقف بعيد وبص لنا من بعيد، وبعدها رفع إيده ووشه الضبابي بدأ يتغير. وأول ما شفته بوضوح كل حاجة سودت. لما فتحت عيني كنت محطوط في نص ظلام دامس، ظلام تقيل، مش بس غياب نور، كأنه حاجة بتضغط على صدري وتمنعني من التنفس. حاولت أقوم لكن جسمي كان مشلولة، كأن في حاجة ماسكاني من كل ناحية. حسن! حاولت أنادي لكن صوتي كان ضعيفة، كأن الهواء نفسه بيتخنق جوه حلقي. وبعدين سمعت شهقة، شهقة قريبة مني جدا. يا ياسين! الصوت كان مهزوزا متقطع لكنه مألوف. كان حسن. حسن، انت فين؟ مش قادر اتحرك. فضلت احاول اتحرك، ابص حواليا، بس مفيش اي حاجه واضحه. الارض تحتيا كانت خشنه، كانها مش رمل لكن في نفس الوقت مش حجر. وبعدين لمحت حاجه، نور ضعيف، نقطه صغيره في الضلمه، كانها عين واحده بتراقبني. حسن، في نور هناك. بس حسن ما ردش. حسن! لفيت ناحيه الصوت وقلبي كان هيقف من الصدمه. حسن كان واقف قدامي لكن وشه ما كانش وشه. ملامحه كانت ممسوحه كأنه شبح، مجرد ملامح باهتة، وعيونه كانوا مجرد تجويفين سودة من غير أي حياة. مش حسن. الكلمات خرجت من بقي تلقائي وأنا باخد خطوة لورا. مش حسن. الكيان اللي كان واقف قدامي اتحرك فجأة بطريقة مش طبيعية، كأن جسمه مش ثابت، كأنه دخان بيتشكل في صورة بني آدم. ليه جايين هنا؟ الصوت طلع من جوف الضلمة، مش من حسن، لكن كان صدى مرعب، كأنه صوت ناس كتير بيتكلموا مع بعض. حاولت أتكلم لكن لساني كان مربوط. مكاننا مش هنا. بس جيتوا، ومين اللي قال إن اللي بيدخل ممكن يخرج؟ في اللحظة دي الأرض تحتيها اهتزت وأنا حسيت إني هقع. لا بس مفيش وقت. الأرض فتحت فجأة وأنا حسيت بجسمي بيتسحب لتحت، كأن في إيد خفية بتشدني لجحيم مظلم. لا! وأغمضت عيني مستني النهاية، لكن لما فتحتها لقيت نفسي في الصحراء جنب العربية، والفجر بدأ يظهر في الأفق. حسن كان مرمي جنبي بينه وبين الموت شعرة، ووشه كان شاحب بطريقة تخوف. إحنا خرجنا، لكن قبل ما أتحرك لمحت حاجة على الرمل، آثار خطوات، مش خطواتنا، آثار خطوات طويلة وكأنها لحد كان واقف جنبنا طول الليل بيراقبنا. وهنا أدركت الحقيقة المرعبة. يمكن خرجنا بجسمنا لكن روحنا لسه محبوسة هناك في المنطقة المحرمة. فضلت قاعد على الرمل، عيني مثبتة على آثار الخطوات اللي حوالينا. ما كنتش عادية، كانت كبيرة، أطول من أي خطوة بشرية، وكأن صاحبها وزنه مش طبيعي، كأن الأرض كانت بتغوص تحته وهو ماشي. حسن كان نايم جنبي، نفسه تقيل ووشه شاحب بطريقة تخوف. حاولت أصحيه لكن كان مغمى عليه تماما. بدأت أفكر، إحنا إزاي خرجنا؟ المفروض كنا بنقع، كنا بننسحب لجوه الأرض. مش منطقي نكون فجأة رجعنا للصحراء جنب العربية. بصيت حواليا، كل حاجة كانت زي ما هي، العربية، السما والرمال، لكن الإحساس ما كانش طبيعي. حسيت إن في حاجة غلط. قربت من حسن وحاولت أهزه تاني. حسن فوق، لازم نخرج من هنا. عينه فتحت ببطء لكنه ما كانش بيتكلم، بس بص لي بنظرة غريبة، نظرة مش حسن. حسن ابتسم ابتسامة غريبة، نفس الابتسامة اللي شفتها قبل كده، ابتسامة مش بشرية.
مش المفروض نكون هنا ياسين؟ الجملة دي هي نفسها اللي سمعناها قبل ما نغيب عن الوعي. رجعت لورا، جسمي كله اتجمد وأنا ببص لحسن وهو بيقعد ببطء، عينه لسه واسعة لكن باردة فارغة. حسن، أنت كويس؟ ابتسم أكتر. إحنا لسه هناك ياسين. قلبي واقف. إيه؟ لف رأسه ناحية العربية وبص لي تاني وعينه بدأت تدمع، بس مش دموع عادية، كانت دموع سودة، سائل غريب بينزل من عينه كأنه حبر. إحنا ما خرجناش ياسين. الهواء حوالينا تقل والصحراء بقت أهدى من اللازم. فجأة كل الأصوات اختفت، لا صوت ريح، لا صوت رمال، حتى صوت أنفاسي ما كنتش سامعها. قرب مني أكتر ومد إيده، لمست إيدي وأنا كنت متجمد مكاني. إيده كانت باردة جدا، باردة كأنها مش لحد عايش. وبعدين همس بصوت مهزوز: بص وراك. الحركة كانت تقيلة بس غصب عني، لفيت ببطيء وكانت الصدمة. العربية كانت مفتوحة، بس المشكلة مش في العربية نفسها، المشكلة كانت في اللي واقف جنبها. أنا، نعم، كنت شايف نفسي واقف جنب العربية بنفس الهدوم بنفس كل حاجة، بس وشي ما كانش طبيعي، كان شاحب وعيوني سودة بالكامل زي حسن، أو زي الحاجة اللي بقت حسن، مستعد ترجع. الصوت جه من أنا اللي واقف عند العربية. الدنيا بقت سودة تاني. لما فتحت عيني كنت واقف في نص الصحراء، بس المرة دي كنت لوحدي. حسن اختفى والعربية كأنها عمرها ما كانت هنا. الرمل كان بارد تحت رجلي عكس الحرارة اللي كانت بتكوي جلدي من شوية. السما فوقي كانت سودة تماما، ما فيهاش قمر ولا نجمة واحدة. لكن المشكلة الأكبر، كنت سامع صوت خطوات حواليا في كل اتجاه، خطوات كتير جدا لكنها مش مرئية، كأن في كائنات ماشية حواليا في دايرة مستنية اللحظة المناسبة عشان تظهر. حسن. الصدى رجع صوتي، لكنه ما كانش صوتي بس اللي رجع، كان في ضحكة، ضحكة مش طبيعية، ضحكة تخليك تحس إن اللي بيضحك مش بني آدم. أنت اللي طلبت الدخول. الصوت جه من ورايا، بس لما لفيت ما كانش في حد. أنت اللي فتحت الباب. المرة دي الصوت كان جوه دماغي، كأنه مش محتاج يتحرك عشان يوصل لي. أنت بقيت واحد مننا. قلبي كان بيدق بسرعة وأنا بحاول أستوعب أنا إيه اللي جابني هنا تاني. ما كنتش خرجت، وهنا شفتها على بعد أمتار. كان في حاجة طالعة من تحت الرمل، جسم طويل كأنه إنسان لكنه بيتحرك بشكل مش طبيعي. كانت بتزحف وأطرافها نحيفة بشكل غريب، ووشها كان ممسوح، مفيش ملامح، بس كانت بتقرب وكانت بتتكلم، مش بتمشي مش بتجري، لكنها بتتحرك بسرعة غريبة. كل مرة أرمش ألاقيها أقرب. أنت واحد منا الآن. صرخت بأعلى صوتي وحاولت أجري، لكن رجلي غاصت في الرملة كأن الأرض نفسها قررت تسحبني جواها. لا، حاولت أتحرك لكن كان متأخر. الرمل كان بيشدني والكيان كان خلاص فوقي. وبعدين صحيت، كنت في أوضتي على سريري. الساعة كانت 3 صباح، كل حاجة كانت طبيعية، بس قلبي كان بيدق بسرعة وجسمي كله عرق. كابوس. حاولت أهدى نفسي، أقنع نفسي إن كل ده كان مجرد حلم، لكن لما بصيت لجسمي لقيت هدومي متغطية بالرمل ورجلي فيها آثار خطوات مش بتاعتي. فضلت باصص على رجلي مش مستوعب اللي شايفه. آثار الخطوات كانت واضحة، خطوط طويلة كأن حد جرني وأنا نايم. قلبي بدأ يدق بسرعة وعقلي كان بيرفض يصدق. إزاي أصحى في أوضتي وألاقي رجلي مليانة رمل وكأن فعلا كنت هناك؟ كابوس، أكيد كابوس. حاولت أقنع نفسي، لكن لما نزلت رجلي من على السرير حسيت بحاجة تقشعر الجسم كله. الرمل كان بارد كأنه لسه طالع من الصحراء. وقتها أخدت قرار، لازم أتأكد. جريت على باب الأوضة وفتحته بسرعة. كنت حاسس إن لازم أشوف حسن، أتكلم معاه، أعرف لو هو كمان حس بنفس الحاجة. بس لما خرجت الدنيا كانت ساكتة جدا، البيت كله كان ضلمة، حتى صوت التلاجة اللي بيبقى شغال طول الليل اختفى. حسيت إن الجو حواليا تقيل، كأن المكان مش طبيعي، كأنه مش بيتي. حسن. صوتي طلع مهزوز مليان قلق وخوف. مشيت في الممر لحد ما وصلت أوضته وقلبي كان هينفجر من التوتر. مديت إيدي على مقبض الباب، لكن قبل ما ألفه الباب اتفتح من نفسه. حسن. الأوضة كانت ضلمة، بس قدرت أشوفه قاعد على طرف السرير ظهره ناحيتي وما كانش بيتحرك. حسن، أنت سامعني؟ فضل ساكت. حسن، إحنا لازم نتكلم، أنا. لكنه قطعني بصوت هادي، لكنه مش صوته الطبيعي، كان صوت خشن كأنه جاي من بعد تاني. إحنا رجعنا ياسين.
بس الحاجة اللي كنا بنهرب منها رجعت معانا. الدنيا بقت أهدى والظلام حواليه كان بيتمدد كأن الأوضة نفسها بتبلعني. ما خرجناش لوحدنا، في حاجة خرجت معانا. فضلت واقف مكاني، جسمي متخشب وعقلي مش قادر يستوعب اللي حسن قاله. الحاجة اللي كنا بنهرب منها رجعت معانا. الكلام لف في دماغي، حسيت إن المكان كله بيقفل عليا، كأن الجدران بتتحرك، كأن الضلمة اللي حوالينا مش مجرد غياب. نور، لأ، كانت حاجة حية. حسن، أنت بتقول إيه؟ إحنا خرجنا، إحنا في بيوتنا. حسن لف رأسه ناحيتي ببطء غير طبيعي، وكأن رقبته مش عظم ولحم، كأنها حاجة تانية. ولما شفت وشه صرخت، كان هو، لكن مش هو. وشه كان شاحب بطريقة تخوف، وعينه سودة بالكامل، مش فيها لمعة حياة، مش فيها أي روح. أنت مش حسن. رجعت لورا وقلبي بيدق بسرعة. حسيت إن رجلي مش قادرة تتحرك، كأن المكان بيشدني ليه، كأني واقع في فخ. بس فجأة كل حاجة اتغيرت. حسن فجأة اتوقع على الأرض، جسمه بدأ يرجع لطبيعته، عينه بقت عادية، وبدأ ياخد نفسه بصعوبة كأنه كان بيغرق وخرج من تحت المية. ياسين، إيه اللي حصل؟ أنا نفسي ما كنتش عارف. كل حاجة حوالينا بدأت ترجع لطبيعتها. الظلمة اللي كانت بتبتلع، الأوضة راحت، صوت التلاجة رجع، الهوا بقى خف، وكأن كابوس كان محاوطنا وقرر يسيبنا فجأة. إحنا خرجنا. ياسين، بصيت له، ولأول مرة حسيت إننا فعلا خرجنا. الموضوع كله كان زي لعنة، كأن اللي في المنطقة المحرمة كانوا عايزين يسيبوا مكانهم، وكانوا مستنيين حد يفتح لهم الباب، وإحنا كنا المفتاح. بس الحاجة الوحيدة اللي ما زالت محيراني، ليه سابونا؟ ليه رجعونا بدل ما يسيطروا علينا بالكامل؟ معرفتش الإجابة، ومش عايز أعرفها. كل اللي أعرفه إني مش هدخل الصحراء دي تاني أبدا. ولما طلع النهار، أنا وحسن خدنا بعضنا وركبنا العربية وسوقنا من غير ما نبص ورا. يمكن خرجنا، بس اللي حصل هناك مش مجرد كابوس، مش مجرد وهم. المنطقة المحرمة مش مجرد صحراء، في حاجة هناك، حاجة بتراقب، مستنية حد جديد يفتح لها الباب.